بلش قصتنا يا اخوان بعصابة المشاليل. هاي عبارة عن عصابة هبلة. الشجرة هاي يا اخوان بتكون اسمها روكي، عايش ببيئة وسخة مع امها اللي بتتعاطى وجوز ابوها اللي دائما مسوي لها مشاكل، واختها الصغيرة هاي اللي مسخنة. والثاني هذا مني عبارة عن بني ادم وسخ وساقط، والثالث عبيط اللي هو هذا أليكس. عايشين الجو، كل يوم بيسرقوا بيت من البيوت اللي بيقدروا يجيبوا الرقم السري للانذارات من شركة ابوه لأليكس. والله من غير مقاطعة بينها هتبقى مهمة. وبعد ما يلموا اللي سرقوه بروحوا ببيعوه بسوق الحرامية اللي هي الجورة قديما بربع السعر بتلت السعر، مش فارقة معهم. لحد ما مرة من المرات حدا بيقترح عليهم انهم يسرقوا هذا البيت اللي هو بيت جندي قديم كان ايام حرب العراق، اعمى وعمره فوق 90 سنة، يعني شوية اخوانه بموت. وهذا الجندي ماخذ تعويض من بنت دعست بنته، يعني مصاري عفقة معلم في البيت، وبدها تولي هسه على الرسمي. يعني هذا البيت شايفينه. احنا هندخل من الباب ده، البوليس هيدخل من الباب ده ونتمسك هنا. شكلك فاهم يا نصة. شو بدك بالطويلة يا غالي؟ وبعد ما يتفقوا على خطة 4-4-2 للهجوم، ويقعدوا بالسيارة يراقبوا فيه للحج من بعيد، وبنفس الوقت يراقبوا الكلب تاعته عبارة عن إشي افتراس. وبنفس الوقت أليكس برن على الأمور تاعته وبجيب الرقم السري تاع الإنذار من شركة أبوه، والأمور مبينة إنها سهلة وعلى السريع. وبعد صلاة العشاء معلم بهجموا، وأول إشي بيعملوه بيخدروا الكلب وبيحاولوا يدخلوا على البيت من هون من هناك، بس طلع الكوتشي مسكر، فبيضطروا يكسروا القزاز ويفتحوا الشباك من جوا. وأول ما بتدخل روكي طيران وبتوقف الإنذار وبتحكي لهم يلا شباب ادخلوا اشلعوا من رجليكوا عشان السجاد ما يتوسخ حرام. وبقرروا يخلعوا القفل تبع خم الحمام عشان يتأكدوا. يطلعوا على الغرفة اللي نايم فيها الحج فوق، وبحطوا في الجو منوم عشان ما حداش يصحى معلم، بجهزوا له اياه. وهو قاعد بجهز المنوم الحج بصحى شوي، بيسأل في حدا يا اخوان بده اشي، وبعدين برجع بنام زي الاسد. بنزل تحت وقاعد بغني رجعت الشتوية، وبيحاول يا اخوان يفتح باب القفل، بس باب القفل اشي متعوب عليه تبع خم حمام، هذا مش هين. بشغل مخه شوي وبقرر يفتح القفل بالمسدس، وهذا الحكي بيخلي أليكس يقول له عمي أنا مش لاعب معك سلام. وأول ما يسلخ الرصاصة بلاقي الحج بوجهه يا أخوان، وهو الحج من النوع اللي طلع اللي بيحب المفاجأة. أنا حرامي يا ناس، أنا حرامي يا أبو محمود. ببلش يهدد فيه ويقول له ابعد يا حج لا أخلي رصاصة تسلم على المخيخ والجهاز العصبي، ولك ابعد لا أفضيه براسك. إلا الحج عمل له حركة راندي أورتن وباخذ منه المسدس وبسأله سؤال واحد، بقول له أنت هون مع مين؟ انت هون مع مين؟ بيحكي له والله معلم انا لحالي. ولا هو معلم سالخ رصاصة طيرت طاحونة العقل من مكانها. صوت المسدس برجع الغبي اللي كان هارب هذا أليكس، وبعد ما يقلب مني على الارض ويموت، روكي بتلبد وبتكشنت وبتحشر حالها بخزانة. برجع الحج على غرفة بده يشيك على مصاريه اللي بالخزنة، وبهاي اللحظة روكي بتشوف الرقم السري. وطبعا الحج طيران على البيت يتأكد من الابواب والشبابيك، ولما بيعرف انه القزاز مكسور بسكر الابواب منيح وبسكر محل الشباك اللي انكسر. لا لعيب الحج بيعجبكم. المهم أليكس بروح على روكي بقول لها شو الأوضاع، بتقول له تعال كم صارت المصاري يا غالي. بيفتحوا الخزنة وبدها تبلش تعد، بقول لها بحياة امك تعديش مش وقت العد، لم المصاري. وهم طالعين بيعرفوا انه كل الابواب تسكرت ومش قادرين يطلعوا، ما إلهم غير معلم السرداب اللي لازم يطلعوا منه ويطلعوا من هذا الباب. فبيقرروا يدخلوا على السرداب ويشوفوا شو الوضع. بنفس الوقت الحج شم ريحة جرابين عاطلة، شكله أليكس الغبي مش متحمم، وهذا اللي بيخليه يعرف انه في حدا ثاني غير اللي قتله وطيران على الخزنة، وبيعرف انه المصاري طارت وبصير يصرخ زي النسوان. المهم يا ابو الغوالي اول ما يوصلوا السرداب تحت بيلاقوا بنت مربطة ومربوط برجلها جرس خنزير عشان يسمعها اذا بتتحرك. يا دين النبي ايه الحلاوة دي؟ ولما بتفرجيهم الجريدة بيعرفوا إنها البنت اللي دعست بنته للحج، وبتحاول تحكي لهم بالطريق بالشرح إنه الخزنة هذيك فيها المفتاح. فبأخذوا المفتاح وبيلاقوه وبفكوها عشان يطلعوا من القرف والورطة اللي ورطوا فيها. وأول ما يوصلوا باب السرداب بدهم يطلعوا، الحج بيقول لهم على العافية، وببلش يطخ ابو جنبه طرف. اول اشي بسلخ أليكس بدانه بوقع على الارض، وبطخ البنت اللي كانت محبوسة عنده بالغلط، وبس يعرف انها ماتت بعصب وببلش يطخ رصاص بالهواء. وبروح بسكر باب السرداب وبطفي الضواو وبقول لهم يلا شباب عنهم لانه عندكم مدارس.
وعشان الحج أصلا أعمى، يعني مناطق البيت لعبته الصغيرة، بيعرف كل شبر في البيت، هو حافظه عن غير. بلقط أليكس وبيحاول يطلع الحنجرة يتغدى عليها، بس بهرب وبتصير حرب أهلية صغيرة. بالآخر بيقدروا يهربوا ويطلعوا فوق على الطابق الثاني. وأول ما يوصلوا فوق بيلاقوا الكلب صحصح وبستناهم، والحق يا معلم طيران اللي هم في غرفة وبسكروا حالهم الباب. روكي بتقدر تهرب من التهوية، بس أليكس بيلحقوا الكلب عشان يعمل منه شوية لحمة مفرومة، وبالآخر بوقع من الشباك. والكلب بكمل وبيلحق روكي اللي هي البنت وبيحاول ياكلها، بس بترمي حالها وبتوقع زي شوال البطاطا. والحج بلقط أليكس وبطخ على القزاز وبرجعه ينزل في المطبخ، قال له كمل الجليات، وبنزل تحت وبلحم وجهه كفوف. ولما بده يجي يقتله بعد ما يلحم وجهه كفوف، بروح برجع بطعن الجثة اللي قتلها أول إشي، وأليكس بكون لسه عايش. نروح لروكي اللي لسه قاعدة بتلملم أعضائها، إلا الحج بقولها تعالي بدي إياك في موضوع سري، وبنزلها وين على السرداب وبحكي لها زي ما كنت السبب بموت البنت اللي كانت حامل مني عشان تجيب لي بنت، لازم انت يا عمري تكوني محلها. يلا يا عسل، انت اللي قتلتيها وانت اللي بدك تكوني محلها، وبدك تصيري حامل خاوة غصبا عن اللي خلفك. يلا جهزي حالك. ولسه بجهز بغرفة العمليات وبده يخليها تصير حامل، إلا بيجي أليكس وبشمطه على راسه 35 قطبة يا اخوان، بيخلي الدم ينوفر. وبتطلع روكي والحج بربطوه زي الخروف. أليكس بكون بده يرن على الشرطة، بس روكي بتحكي له أنت مجنون، والمصاري معلم هذول بنفتح فيهم محل قهوة وصبوا بنعيش حياتنا. ولسه على الباب بدهم يهربوا، إلا الحج واقف بمسدس بفقع أليكس رصاصة، بوقع مكياج وجهه على الأرض. وسباق 500 متر حواجز معلم لروكي. طلعت ركاض ولسه بدها تركب السيارة، إلا الكلب بقولها بدري يا بيبي وين. وبتركب السيارة وصافنة بقرفه ولعابه اللي قاعد بنزل. وبتعمل خدعة هيك حلوة، بتحشر الكلب بالصندوق وبتنزل عشان تجيب المصاري من الشارع. إلا الحج بقولها وين يا غالية، والله بدري تعالي لسه ما شربنا شاي مع بعض، وبرجعها وين معلم على البيت. وروكي بتشغل مخها وبتشغل جهاز الانذار عشان صوته عالي، وبتلعب لك عليه معلم جولة ملاكمة بالحديدة، بتوقع مناخيره على الأرض. وروكي طيران وين معلم بالمصاري، وعطيها يا فكيك. والشرطة طبعا اجت لما سمعت صوت الانذار. وبعد فترة معلم روكي هي واختها قاعدين في مطعم زي مطعم هاشم، وقاعدين بتفطروا الامور طيبة، الا الاخبار بتقول انه حج قتل 2 من الحرامية دخلوا على بيته، ولسه حالته مش مستقرة، بس لسه مش 100.